السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنتكلم بشكل advanced شوية في البرنامج. هنجيب الوجه اللي موجود معانا هنا ونبدأ نرسمه ونعمل له وجه والأنيميشن. فيلا من غير ما نضيع وقت كتير نسمي الله ونبدأ على طول. يلا بسم الله. أول حاجة هنا أنا عايز أتعلم إزاي أرسم الوجه ده وإزاي أعمل له الإكسبريشنز اللي موجودة معانا هنا، إزاي أخليه يضحك، إزاي أخليه يتضايق، إزاي أخليه زعلان. فإحنا أول حاجة هنعملها هنبدأ نرسم الوجه اللي موجود معانا هنا في الأول، والexpressions التانية دي هنبدأ نعملها بالعظام، لمّا نعمل عظام للوجه اللي موجود معانا. طب يالّا نبدأ كده عملي، بسم الله. هنسمي اللي هو 1 ده هنسميه مثلًا وجه، ونبدأ نرسم add point وأبدأ أرسم. هنبدأ نحدد على الوجه اللي موجود معانا هنا، وأنا عايزك هنا وأنت بترسم ما تكونش ماشي على حدود الوجه هنا بالضبط، لإن وأنت بتعمل animation ممكن تتفاجئ لو أنت راسم الشعر بالضبط والوجه بالضبط، أنت أمّا يطلع يكون في فرق بينهم. فممكن ندخل بالوجه هنا شوية كده في الجزء الخاص بالشعر وأكمّل رسم. ما ننساش إن أنا باتنقّل بالاختصارات الT عشان أحرّك مكان النقاط، والA عشان أضيف نقاط جديدة. كده أنا رسمت أول layer معايا هو layer الوجه. لو عايز أعمل له تلوين أعمل له selection، بس ممكن قبل ما أعمل له selection الأول أسحب اللون اللي أنا هاعمل بيه تلوين، وممكن نخلّي الstroke مثلًا تكون 2، أو هنا ما فيش stroke أصلًا فأنا ممكن ما أعملش لون stroke. أنا هنلاحظ إن الشخصية معانا ما فيش stroke، ما فيش لون أسود هنا، فممكن أنا باعمل تلوين هاحدد وأعمل تلوين للون الفِل بس، باضغط enter. كده أنا رسمت الوجه اللي موجود معانا. هاخفي اللي هو الوجه، ممكن نبدأ نرسم اللي هو الشعر. هاعمل ليو جديد، وطبعًا زي ما اتعودتوا الصورة دي إن شاء الله موجودة معانا في الوصف عشان تبدأ تشتغل بشكل يدوي معانا. خُد بالك إن أنت كمان ممكن بعد ما ترسم وجيت تعمل animation لقيت مشكلة في الرسم، ممكن ترجع للframe 0 وتعدّل الرسم تاني. أنت تقدر تعدّل في الرسم معاك لحد ما تخلّص المشروع اللي معاك. كل ما تلاقي مشكلة ممكن ترجع للframe 0 وتبدأ تعدّل، وترجع تكمّل تحريك تاني. عشان أرسم العينين هنا هيبقى ليها رسم مختلف شوية، لأن أنا دلوقتي نِن العين ده اللي موجود معايا هنا عايزه بعد كده ما يطلعش برّه حدود العين، لأن مش طبيعي إن نِن العين هنا ألاقيه طالع برّه كده. فأنا هابدأ أعمل group layer وممكن أسميه eyes، وجوّه الgroup layer ده أول حاجة هانشئ layer ممكن نسميه مثلًا بياض عين، أو أي اسم براحتك ما فيش أي مشكلة خالص، ونبدأ نرسم الجزء اللي موجود معانا هنا تحت. وممكن بدل ما أقعد أرسم الجزء التاني، آخد اللي أنا رسمته ده
أعمل له تحديد وأضغط كنترول سي كنترول في وأبدأ أنقله الجنب التاني. ولو أنا عايز أعمل عكس للرسم، قلنا من الأوبشنز هنا هعكس الرسمة كده، خليها تضغط معايا مظبوطة، فيها شوية تعديلات بسيطة. كده أنا رسمت جزء العين اللي موجود تحت. نبدأ نرسم نن العين. هعمل فيكتور لاير، ممكن أسميه نن عين. هلاحظ هنا إن نن العين عبارة عن دايرة، ممكن أجيب دايرة على طول بدل ما أقعد أرسمها بإيدي، وآخد اللون اللي موجود معايا هنا، وقلنا مفيش ستروك، ألغي من هنا لون الستروك وأبدأ أرسم. هخفي التلوين بس عشان أرسم بشكل أوضح. ممكن أصغر حجمها. كده أنا رسمت نن العين. نفس الفكرة هاخده كنترول سي كنترول في وأضغط شيفت وأنا بنقل عشان يبقى في انتظام، وأنقل نن العين التانية هنا. لو فعلت اللاير من هنا تمام. هنلاحظ إن في لون تاني جوه اللي هو اللون البني الغامق ده. ممكن أحدد النن كده وأعمل كنترول سي كنترول في، عملت دبليكيت للنن وأبدأ أصغر بالشكل ده. وأنا كده عملت اللون البني اللي من جوه. طب أنا حاسس إن نن العين مش طالع حلو، ممكن كمان نزود اللي هو النن الأبيض. نبدأ نشوف كده. إحنا ما عملناش تلوين لبياض العين. هنا هنلاحظ في الرسمة اللي موجودة معانا هنا، ممكن بس أخفي اليارات، إن الجزء اللي فوق هنا فيه ستروك، إنما الجزء اللي تحت مفيش فيه ستروك. أول حاجة نختار اللون الأبيض ونختار تمام الستروك 2 مظبوط، وأبدأ أعمل تلوين أحدد الشكل كله، وأضغط إن أنا أعمل تلوين للون الفل ولون الستروك بالشكل ده. وممكن أخفي الستروك هنا في الجزء اللي موجود تحت. وممكن كمان لو أنا عايز أضبط الشغل أبدأ أصغر الستروك كده بالشكل ده، وأكبر وليكن هنا نفس الفكرة هنا، أبدأ أصغر وأكبر الستروك في الجزء ده بالشكل ده. بتكون بشكل عشوائي إلى حدٍ ما. تعالوا كده نشوف. تمام كده الشغل لحد دلوقتي. ممكن كمان نبدأ نرسم الودن اللي موجودة معانا هنا. هاعمل new layer. هاعمل duplicate لlayer الودن اللي موجود معايا هنا. وأنقله الجنب التاني. هننزل اللايرات الخاصة بالودن تحت layer الوجه عشان تكون بالشكل ده. أضغط Ctrl R. شوف هنا هتلاحظ إن في مسافة بين الودن والوجه، يبقى هندخل الودن اللي موجودة معانا هنا اللي هي المسافة دي.
نبدأ نرسم الحواجب اللي موجودة معانا هنا، تقريبًا ما رسمناهاش. نبدأ نرسم الفم اللي موجود معانا هنا، نسميه وليكن فم. نبدأ نرسم الجزء اللي تحت الفم ده، نسميه وليكن دقن مثلًا. كده بقى جزء الأنف اللي موجود معانا، هاسميه nose، وأبدأ أرسم. كده أنا رسمت كل لايرات الوجه اللي موجودة معايا. دلوقتي المفروض إن أنا أبدأ أعمل وِجْ للشخصية اللي موجودة معايا دي. أول حاجة هاحط كل اللايرات اللي أنا رسمتها في layer واحد، هاعمل جوه boss selection وأسميه وليكن face، وأبدأ أحوّل الجروب اللي معايا ده لجروب bone layer، وأبدأ أنشئ العظام اللي موجودة معانا. أول حاجة هانشئ العظمة الأساسية، تاني حاجة هانشئ عظمة للوجه ككل، وهانشئ عظمة هنا خاصة بنِن العين لو أنا عايز أحوّك نِن العين، ممكن بس أغيّر مكانها. ممكن أنشئ عظمة كمان لنِن العين التاني، هاضغط Alt وأعمل selection على عظمة الوجه عشان الأبوية بتاع العظام. وممكن كمان أحسن من الفكرة دي إن أنا أعمل عظمة مرتبطة بالعظمتين اللي خاصين بنِن العين، عشان أعمل تحريك لنِن العين الاتنين مع بعض كحركة عظمة واحدة. تعالوا نشوفها إزاي. إن أنا دلوقتي هاعمل عظمة هنا مرتبطة، وليكن نخلّي مكان هنا، والعظمة دي تكون مرتبطة بعظمة الوجه، وأعمل selection على العظمتين خاصين بنِن العين، وهاختار من أبوية العظام، هاختار العظمة دي. يبقى أنا كده العظمتين بتاع نِن العين، العظمة دي والعظمة دي اللي هو لونهم أحمر، مرتبطين بالعظمة دي. نبدأ ننشئ عظام للحاجب اللي موجود معانا. أول حاجة هانشئ عظمية هنا، أقدر منها أحرك عظام الاتنين الحاجب اللي موجودين معايا هنا، وأبدأ أنشئ عظمتين بالشكل ده. نفس الفكرة، العظمة دي هاحرك بيها الحاجبين مع بعض، والعظمة اللي تحت هاحرك بيها العين. ممكن ننشئ عظام للودن اللي موجودة معانا هنا، هاعمل selection على العظمة الخاصة بالوجه وأضغط Alt. تعالوا كده بقى نبدأ نعمل الwig. أول حاجة
إن أنا هالغي البون سترينث، هخليه 0، ونبدأ نربط كل جزء موجود معانا بالعظام. هحدد العظام، هعمل سelection على النقط واضغط bind points. بالنسبة للوجه هحدد العظمة الأساسية واعمل تحديد للبوينتس واضغط bind points. نفس الفكرة بالنسبة للشعر. إن شاء الله في مرحلة متقدمة شوية هنتعلم إزاي نعمل رج للشعر عشان أخليه يتحرك معايا وأنا بحرك الشخصية. نخش على العين اللي موجودة معانا، هعمل تحديد على عظمة الوجه وأحدد البوينتس اللي موجودة معايا هنا اللي هي بياض العين واضغط bind points. بالنسبة لنن العين هعمل selection على العظمة دي وأحدد نن العين كده واضغط bind points. نروح للنن التاني، أحدد العظمة وأحدد نقاط واضغط bind points. نطلع الحاجب، أحدد العظام، وليكن هعمل ربط العظمة دي بالنقطتين دول بس واضغط bind points، والعظمة التانية هربط بيها باقي النقاط. نفس الفكرة بالنسبة للحاجب التاني. نطلع للفم، هنعمل ربط للفم بالعظمة اللي موجودة معانا هنا الأساسية بتاع الوجه. نفس الفكرة بالنسبة للدقن اللي موجودة معانا هنا وللنوز. تعالوا كده نشوف الرج اللي موجود معانا. هقف على اللاير الأساسي ونقف على الفريم رقم 1 ونبدأ نجرب نعمل تحريك كده. تمام. لو أنا عايز أحرك نن العين ده تمام، بس في حاجة هنا مش تمام. بص كده، هو طبيعي إن نن العين يطلع كده بابا بياض العين اللي موجود معاك، دي هنظبطها دلوقتي. العظمة دي كده فيها مشكلة إنها بتحرك معايا العظام الخاصة بالحاجب. تعالوا كده نشوف. عظمة الحاجب المفروض تكون مرتبطة بالعظمة الأساسية للوجه. تعالوا كده نجرب نعمل تحريك تاني كده. تمام، العظمة دي بس اللي بتتحرك. أنا عايز أوريك إن ممكن يحصل أخطاء في الشغل وترجع تعدلها عادي. يبقى العظمة دي المفروض إن هي بتحرك الحاجب تمام، والعظمة دي المفروض إنها بتحرك نن العين مع بعض، الاتنين مع بعض، وزائد أنت ممكن تحرك كل واحدة لوحدها. تمام. لو عايز تحرك الودن حركة بسيطة. تمام. تعالوا بقى نظبط إزاي نن العين ما يطلعش بره بياض العين اللي موجود معانا هنا. وهنعمل حاجة هنا أول مرة نتكلم عنها اسمها الماسك. هقف على اللاير الخاص بالعين اللي هو الجروب لاير ده واضغط عليه ضغطتين واضغط على الماسك وهختار هايد أول. نيجي لللاير بتاع نن العين ده اللي أنا عايز أعمل له ماسك. فكرة الماسك لاير إن أنا دلوقتي بقول له عايزك تعمل ماسك لنن العين، يعني الجزء اللي هو الخاص بنن العين ما يظهرش إلا لو موجود جوه إطار البياض بتاع العين. لو طلع بره بياض الإطار بتاع العين عايزك تخفي الجزء ده. فهو نن العين ده اللي الجزء اللي أنا هعمل له ماسك. هختار ماسك ذيس لاير وهختار أوكي. نروح لبياض العين، بنعمل اد تو ماسك. اد تو ماسك يعني هو ده الجزء اللي هو هيبقى الماسك بتاعي. لو العين طلعت براه هتختفي. وهفعل هنا اختيار اكسكلود ستوكس. بس قبل ما نفعله تعالوا دلوقتي نشوف احنا هنفعله ليه. تعالوا كده نبدأ نعمل تحريك تاني ونجرب. عايزك تبص معايا كده للجزء اللي تحت. هضغط كنترول ار. بياض العين الجزء اللي ظاهر بس هو الجزء اللي موجود، معذرة نن العين هو الجزء اللي ظاهر بس الجزء اللي موجود جوه نن العين، انما الجزء اللي طلع بره نن العين اختفى معاك. تعالوا كده نبص فوق. لو انا هحرك نن العين فوق
بص كده الفكرة اللي موجودة معاك، هو الجزء اختفى، بس هو دلوقتي نن العين بقى فوق الستروك اللي موجود معايا هنا باللون الأسود، فده مش طبيعي. بص كده هعمل لك زوم أكتر. بص كده لازم الستروك اللي موجود معاك هنا يبقى فوق نن العين. دلوقتي عشان أعمل الجزء ده هرجع تاني لللاير الخاصة ببياض العين، ومن ماسكنج اللي موجودة معايا هنا هختار اكسكلود ستروكس واضغط اوكي. تعالى دلوقتي شوف الفرق. دلوقتي بقى الستروك الخاص بالعين فوق نن العين. كده نكون خلصنا الجزء اللي موجود معانا في الأول في رسم الوجه، إن إحنا دلوقتي رسمنا الوجه وعملنا له وجه. إن شاء الله الحلقة اللي جاية هنتكلم إزاي نعمل لياقات الفم، إزاي نعمل الفم مفتوح كده أو مضموم أو أي بوز أنت عايزه لحركة الفم، وإزاي نعمل الإكسبريشنز اللي موجودة معانا هنا، إزاي على الوجه اللي أنا راسمه ده هعمل إكسبريشنز إن أنا أخليه يضحك أو يزعل بالعظام اللي موجودة معانا. إن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل الحلقة الجاية. وما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، ولو في أي أسئلة فأنا موجود معاك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.